الخير عليكم ان شاء الله كامل تكونوا بخير ومهنيين في حياتكم. جيتكم اليوم بوصفه تقليديه، يعني ما كاش اللي ما يعرفهاش، هي الكسره بلاصوص طوماط. هنا درت سميد رقيق، درت سميد رطب كما يقولوا 4 كيسان. درت كاس تاع تاي زيت، وتقدروا ديروا زيت زيتون ولا تقدروا ديروا خليط بين الزيت وزيت زيتون. المهم نقيس كاس تاع تاي. درت مغرف صغيره ماشي معمره تاع ملح وبسستهم مليح، ومن بعد زدت لهم مغرف صغيره تاع خميره الخبز مع مغرف صغيره اختياري تاع حلويات هكا باش تجينا يعني طري. هنا لاصوص طوماط كنت وجدتها بصل طوماطي شويه ثوم وقزبر يعني اختياري مع زيت زيتون. يعني حليت الخبزه مع يعني قد بعضهم بعض، يعني هنا جاونا 6 خبزات هكذاك، يعني 3 كما راكم تشوفوا هنايا، يعني 6 باسكو لصقنا وحده مع الاخرى. درنا لاصوص وغلقنا عليها. هنا نطيب فيهم على المريء على نار قليله هكا باش يحمرنا من الجهتين. يعني بلا ما ننسى في لاباط درتهم شويه تاع سكر، مغرف صغيره تاع سكر باش تعطينا داك الاحمرار، يعني باش تجينا كامل احمر كما راكم تشوفوا هنا. تجي لاصوص بزيت زيتون تجي بزاف بنينه، سورتو اذا استعملتوا البصل الاخضر، يعني البصل الاخضر يعطيك يجي حلو هكذا. يعني ان شاء الله تنال اعجابكم وتطبقوا الوصفه وشهيه طيبه.